بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا خبر عاجل ومفرح لجميع المغاربة. عندنا موضوع ديال مجلس الأمن ينهي ملف الصحراء، وعندنا روسيا تصوت بمجلس الأمن رسميا لصالح المغرب طبعا، وعندنا والجزائر تتوسل لفرنسا لإرجاع العلاقات، وعندنا بعض التعليقات قريناها بعض التعليقات بأن هذا الكأس لا قيمة له، الكأس العالم اللي تأهلوا فيه المغاربة النهاية. وعندنا الأمم المتحدة تأمر الجزائر بالتفاوض مع المغرب حول الصحراء. نبدأ على بركة الله. قلنا خبر عاجل ومفرح لجميع المغاربة. مجلس الأمن رسميا كاينه تسريبات صحيحة من مجلس الأمن. مجلس الأمن رسميا ينهي ملف الصحراء ويعطي مهلة للبوليزاريو 3 أشهر. ودي مستورة يحمل الجزائر المسؤولية ديال 50 سنة. الجزائر كتحمل المسؤولية ديال 50 سنة ديال الخسائر، بما فيها الخسائر، بما فيها كل شيء. قلنا مجلس الأمن ينهي ملف الصحراء رسميا، وعطى مهلة للبوليزاريو 3 شهور. 3 شهور، يا إما توافق على حكم الذاتي، يا إما غتخلي ضربوها نيت الأمم المتحدة، غتنحى نهائيا البوليزاريو، لأنها هي منظمة إرهابية ممنوع تبقى تما، ميمكنش تبقى تما بصفة نهائية. ودي مستورة كيحمل الجزائر المسؤولية ديال 50 سنة، كيحملها الخسائر ديال 50 سنة، وكلها غيطلبها المغرب. أرا ما تخلصوا يا الكبرانات. هذا موضوع. غنمشيو لروسيا. روسيا تصوت بمجلس الأمن رسميا لصالح المغرب، رغم الإغراءات، ورغم بأن كان الورقة الرابحة هي روسيا، ورغم تبون مقطعش ياسو من روسيا. دابا رسميا روسيا تصوت في مجلس الأمن لصالح المغرب، والجزائر تنسحب من مجلس الأمن، لأن ملي قررت روسيا باش تصوت لصالح المغرب، لأن كاين مصالح مشتركة وكاينه واحد اتفاقية شراكة بين المغرب وروسيا. هذه جديدة، كاين الناس ما عارفينهاش. كاينه اتفاقية شراكة لأجل المصلحة، تبادل المصالح. روسيا ما يمكنلاش تسمح بالمصلحة ديالها وغتمشي مع الخاوية. الجزائر ملي شافت روسيا مشات مع المغرب انسحبت. علاش انسحبت؟ لأنه ما بقى ما تقول والو. اش غتقول الجزائر؟ انسحبت، بقى معها حتى واحد. اش غتقول؟ ما في داعي الا ننسحب. يعني كنقول المغاربة يعني فرحوا من دابا، لأن رسميا ملف الصحراء تم طيه، انتهى، والبوليزاريو عندهم 3 شهور ديال المهلة، والأيام بيننا. هذه تسريبات من مجلس الأمن وصحيحة،
وموثوقة. من الآن جميع المغاربة يطمنوا على هذا الملف، والصحراء المغربية 100%، والجزائر انسحبت من مجلس الأمن. تسمعنا هذا الخبر هذا. قال لك وسيدي عندنا الجزائر، والجزائر تتوسل لفرنسا. الجزائر كترغب فرنسا باش ترجع العلاقة، يعني هذا راه الدم، وإلا فلا. وفين ديك الجزائر، فين ديك تبور كيقول بأنه غيقطع العلاقة مع فرنسا، ويريد الحرب مع فرنسا، وسيحارب فرنسا، دابا كيتوسل لفرنسا باش يرجع العلاقة. علاش؟ وصل الحيط. دابا غادي يعيش العيشه ديال الدم. دابا باش كيطلب فرنسا يعني بواحد الوجه مدلول وحاني راسو. دابا كيقول لفرنسا قطع مني بغيتي، انا الحب تجنوي، قطع مني بغيتي وخذ اللي بغيتي، غترجع العلاقه. فرنسا ما ردتش عليها لحد الان، والجزائر تنتظر الرد من فرنسا. هل تقبل ام لا؟ شي الانسان اللي ما كيرضاش بخبزه كيقنع بنصها. شي الانسان اللي ما كيشوفش البعد اش كيوقع له. شي الانسان اللي كيشوف قدامه اش كيوقع ليه. اقبح دل كتعيشوا الجزائر في هاد الايام هادي. الجزائر مورطه واحد توريطه ما عندهاش الحد. الجزائر يعني كتعيش واحد الموقف لا تحسد عليه، بالسبب ديال تبون راه ما كيعرفش يهضر، راه لا علاقه له، راه ما كيعرف لا سياسه لا والو. راه الكبرانيت كيفتيو عليه هو كيبلغ، تيكتبوا له وكيجي يسرد كيقرا كيعرض يا خايبه وهذاك الكبرانيت لا علاقه لهم بالسياسه الخارجيه. باش نكونوا واضحين، العسكر راه ما كيعرف لا سياسه لا والو، وتبون خرج على الجزائر. وما بغيناش مساكن هذاك الشعب الجزائري، ما بغيناه والله، ما بغيناه ليه والله، ما بغيناه ليه بالله صراحه. ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رانا سيدي غنمشيو لكأس العالم ديال الشبان ديال تحت 20 سنه للتأهل المغرب للنهاية ديال كأس العالم. قال لك اسيدي او ديك الجزائريين كينشروا، كاين حتى بعض المغاربه راهم مشاركين معاهم، كيقولوا بان هذاك الكاس ما عنده حتى شي قيمه، ما عنده حتى شي قيمه. ومالكم نتوما ما تاهلتوش ليه؟ وعلاش مقلقين ملي هو ما عنده حتى قيمه؟ الا كان ما عنده حتى شي قيمه علاش غيتنظم؟ وعلاش غنلعبوا؟ وعلاش امريكا غتقاتل، اسبانيا غتقاتل، والدول العظمى ديال اوروبا ما وصلوش؟ علاش كيتقاتلوا من هو ما عندوش قيمه؟ لحقتي ليه ملي ما عندوش قيمه، وصلتي ليه حيت ما تاهلتيش حتى نتوما. داكشي علاش ما عندوش قيمه. وعلاش والريوغ ديالكم كيطيحوا على هذا الكاس، على هذا التاهل ديال المغرب؟ ما عندوش قيمه. شنو هي اللي عندها القيمه الا ما كانش كاس العالم عنده القيمه؟ اما دابا راهم الى داو الكاس غيكونوا في الرتبه الاولى، غيكونوا بطل العالم، غيحصلوا على الرتبه الاولى في العالم المنتخب المغربي. ولا بحال داك المش اللي ما بقى كيتشعط على اللحم اللي ما لحقوش، قال خالص. المش ما لحقش اللحم وقال خالص. هي هذه. ديال العربيات. دابا ملي ما لحقتوش ليه ما عندوش قيمه، وانتم عندكم القيمه. المهم
حنا وصلنا لنهاية كأس العالم، عمر شي فرقة عربية ولا مسلمة ولا إفريقية ما وصلت ليه، وهذا حنا يحصلنا الشرف. هذا الموضوع سالينا منه غنرجعوا دابا العصير. دابا الأمم المتحدة تأمر الجزائر بالتفاوض مع المغرب حول الصحراء رغما عن أنفها. لأن علاش؟ تورقت الجزائر طرف 50 سنة وهي كتلعب بالأمم المتحدة، تقول لا حنا لسنا طرف. دابا الأمم المتحدة تحكم على الجزائر بأن طرف، وغتفاوض مع المغرب على طرف رغما عن أنفها، وصبحت بأن طرف بالأمر ديال الأمم المتحدة. الجزائر تورطت في القضية ديال الصحراء، ودابا 50 سنة كلها غتحمل المسؤولية ديالها الجزائر. 50 سنة غتحمل المسؤولية ديال الخسائر كاملة والأرواح ديال اللي ماتوا والشهداء اللي ماتوا في الصحراء. الجزائر السبب. دابا هذا حكم ديال الأمم المتحدة، أحب من أحب وكره من كره. الجزائر مورطة، المغرب دابا غيبقى يطالب بالتعويض ديال 50 سنة وديال الشهداء اللي ماتوا كاملين في الصحراء، لأن هي أصبحت طرف. كانت كتراوغ وتقول انا ماشي طرف وتسلم. دابا الامم المتحده تحكم على الجزائر بين طرف وتامرها بالتفاوض مع المغرب حول الصحراء، وكتحملها جامع المسؤوليه ديال 50 سنه. كاع انا سلمتك. ايوا العسكر جبدنا لك شي، شوفوا شي تخريجات غديروا لهذه. هذا حكم نهائي. هذا هو الخبر اللي عطيناكم في هذا الفيديو، وغادي نختم هذا الفيديو وغادي نقول عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.